الزرع في الارض لو مكتوب يجي منه. ان شفت حبل الوداد هين معاك النيل، ان شفت حبل الوداد هين معاك النار، والظلم ظلمة بلاش منه معاك النور. الظلم ظلمة بلاش منه معاك النار. السبع وقت المدير، السبع وقت المدير يدخل عليك النار كتام الاسرار، ولا فيش عيب يجي منه. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا. هنركز شويه على الفنان الشعبي الجميل، وطبعا هو متنوع جدا. قدم القصه الملحميه، وقدم الغنائيه، وقدم الموال. طبعا يعتبر عميد الموال في منطقته وعمدته ورائد من الرواد، وعرف يخاطب اهالي القرى وبيجي على الجرح تماما، وبيعري العيوب وبيغير بعض السلوكيات بكلامه القارس جدا والشديد، ويتكلم عن تفاصيل داخل الأسرة وفي محيط الأسرة وفي محيط العائلة، ويحذرك من الندل ويحذرك من الخاين وهكذا، ويتكلم عن البخيل. تفاصيل كتيرة قوي في حياة يوسف شتا هسيبها طبعا للأستاذ الدكتور محمد حسين هلال، أستاذ الأدب الشعبي بجامعة بني سويف. بعد تحية دكتور. أهلا. يعني أنت الدكتوراه في يوسف شتا؟ نعم. الشرف ليا. يعني تناولته ازاي بقى سريعا، لأنه مش عارف أنا الوقت بان بيجري ولا إيه؟ الحقيقة إن رئيس الفن وعمنا الحاج يوسف شتا كان عميد الفن الشعبي، وقدم الموال الغنائي والموال القصصي. وحفلة الموال كما حضرتها مرارا وتكرارا كانت بتبدأ لها تقاليد ولها طقوس ولها مراسم. منذ تعاقد الفنان الشعبي كتابة، وهو متعاهد وتاجر فن، ويجيله صاحب الليلة يديله العربون، يتقابل من أول البلد بالغناء والتحية هو وفرقته، ويتعشوا، ويبتدي إذا عملوا دايرة، إذا عملوا تندة ومسرح، إذا إلى آخر التقاليد الشكليه. هم دول حضروا من اول العربيه الكارو اللي كانت بتتحط بالظبط، في الساحه، عربيتين بالظبط في الباحه بالزبط. او الساحه يعني بالظبط. والشلت والحصير والى اخره. مهم الفنان الشعبي بيبدا دائما حفل الموال بموال التحيه والتماسي ككل فنان شعبي، عشان يشوف اولا ارضيته ايه في البيئه اللي جاها، زي ما السؤال الذكي اللي حضرتك اشرت ليه، عشان يشوف كمان البيئه دي بتحبه قد ايه، البيئه دي متقبلاه قد ايه. يروح رامي مواويل التحيه والتماسي، يتوقف، يتقال له قول على المنديل، قول على الساعه، قول على النضاره، قول على كذا. يفتح القوالب بتاعته التي تتعارض مع العشوائية أو الفطرية أو إلى آخره، يفتح هذه القوالب ويملاها بما هو مطلوب منه في قالب معروف ومعد مسبقا وتدربوا عليه في اليوم الأسبوعي. انت هنا بتنفي شوية فكرة الارتجال. نعم. المبالغ في الحديث عنه في قيمتها. يعني.
نعم. في الحديث عنه، يعني عندما يقولون ده قالب موجود، ده فلان بيرتجل، الموضوع ده محتاج بحث شديد. هو بيفرح بيه، هو بيفرح بيه. اللي هو بقى لانه بيتقال له انا ده انا ببدع ابداع اللحظه. ايوه، بس ده ما يبقاش حقيقي جدا يعني. مع الناقد لازم يبقى واخد باله ده ايه وقيمه هذا الفنان، قدرته. لاني فن الموال بيبدأ بالهاوي، ثم ابن الغرام، ثم المطرب، ثم المغني، ثم ريس الفن. دول كلهم درجات بتنبئ بقدرته على الحفظ وقدرته فين حدودها. الهاوي عنده حدود معينة، بيقول موالين 3 4. هل كان يوسف شتا بياخد معاه الدرجات الأقل دي يسنده الليلة؟ لازم لمساعد الفني، لأنه هيقعد شوية يستريح، يشرب له شوية شاي، يشرب ينسون إلى آخره. فالمساعد الفني بيكمل ويروح قايم في الآخر ريس الفن فقط الذي يستطيع تقديم القصة اللي هي الموال القصصي. حسن ونعيمة، شفيقة ومتولي، ياسين وبهية، أدهم الشرقاوي، نرجس وزاهر، إلى آخر القصص الكثيرة المنتشرة اللي بتتاخد من الجرايد. والخفي وده فن دلتاوي يعني، لأنه يختفي في الصعيد. لا، اسمه المربع القصص الصعيدي. لا، ده موضوع تاني يا دكتور. لا، هو ده فنان موال، نفس درجات الهاوي وابن الغرام، باستثناء السيرة الذاتية، يعني السيرة الذاتية، باستثناء السيرة الهلالية وسيرة بني هلال، يعني حنفي البنجاوي وحفني أحمد حسن ملهمش في السيرة، لكن ليهم في ريس الفن الصعيدي. الصعيد خدت هذا اللون بتاع الحوادث، يعني في ناصف ومش عارف حميدة وناصف، في رايا وسكينة، بيغنيها يوسف شتا ويغنيها حفني أحمد حسن. لكن ده اللهجة الصعيدي بقالب الصعيدي. قلب مين؟ ابن طبيب الجرايح جميل حج، وهات الدواء اللي يوافق. في ناس كتير تعرف الحج ولأجل الضرورة توافق. اللي يعديك عديه، اللي يداديك داديه، واجعل عيالك عبيده، واللي يعديك عديه، روحك ما هياش في ايده. مربع ده مربعات ابن عروس القديمة خدها المبدعين الشعبيين الصعايدة وعملوا فيها القوالب بتاعتها. طبعا شفيقة ومتولي اتقالت برضه في الصعيد، بس انا عايز اقول ان العدد محدود جدا في الصعيد. حتى الاولين اللي قالوا القصص قليله، القصص بالمقارنه البحري ده اكيد، يعني ربما عشرات الاولين اللي بيقولوا قصص، كل واحد عنده 20 30 قصه. لان حضرتك اشرت اشاره ذكيه معجب بيها، ان الموال القصصي والموال الغنائي استنبت بعمق وقوة داخل بيئة الوجه البحري. والقليوبية غارت الصعيد، وعمل من قوالب ابن عروس، مربع ابن عروس، عمل منه قصصه. بده يعني بتلاقي نرجس وزاهر هنا ونرجس وزاهر هنا، بس نرجس وزاهر هنا بالموال السباعي او الخماسي او موال المردوف، لكن هنا بالمربع بس. بالمربع بس. ليه؟ عشان التربية الفنية التي تشبع بها الفنان الشعبي منذ الصبا هي هذا القالب اللي ما يقدرش حتى لو أنشد في المديح النبوي هنلاقي انه واخد القالب بتاعه. فالقالب الفني الذي تدرب عليه المبدع بدرجته من أول الهاوي وابن الغرام والمطرب والمغني والمساعد الفني ثم ريس الفن.
انا طبعا يعني واحد من اللي استمعوا الى يوسف شتا من بدري او من الثمانينات يعني، في نعم. الحقيقه بسمعه. نعم. وكان في شرايط كاسيت لايف من من الحفله، الحفله، وفي ايوه، بعضها داخل الاستوديوهات، تسجيل من الاستديو. وبرضه بيراعي اصطحاب جزء من الجمهور علشان اكيد. يبقى في روح يعني. اكيد. لكن أكيد. انا بتكلم على الافراح اللي كان بيعملها في القرى، وكان الجمهور الطبيعي بقى اللي هم سهرانين معاه طول الليل، اللي هو لما بيجي على الجرح يعني بيقوموا لغاية الميكروفون بتاعه ويبدأوا يبوسوا فيه ويبدأوا يحضنوه يعني طبعا ويمجدوا فيه واشياء كتيرة قوي، ويقول له قولها تاني ده الثمن ويحلف المعنوي. ويحلف ويتقطع. طبعا طبعا. هنا يبدو ان هو كان كل ما يقرب من صفات الصاحب نعم. او الصديق سواء بالسلب او بالايجاب، والزوجه الصالحه او الغير نعم. صالحه، نعم. بيستهوي الموجودين. لا حضرتك، ده يعني بتدخلنا في منطقة مصادر هذه القصص اللي الجمهور بيقول له عليها. هو بيبقى محضر قصة هيقولها ومتفق مع صاحب الليلة هيقول عليها. فبنقسم في النقد الإبداعي هذه القصص: قصة الحادثة وقصة الحديث. أي. قصة الحادثة التي أخذها المؤلف الشعبي، ليس شرطا أن يكون رئيس الفن هو المؤلف، ايوه أحيانا بيبقى مؤلف، لكن إبراهيم سليمان الشيخ رحمه الله كان يقيم في بدروم عند المرحوم محمد طه. طبعا ده دايما المؤلف الكاتب شخصية مجهولة في القصص، في قصص عشان الشعب. كده لما ألقيت الضوء عليه الدنيا هاجت عليه. يقول لك ما هي كانت ماشية يعني. راخر كل طبعات الصناديقية القديمة يكتب على استحياء اسم إبراهيم سليمان الشيخ، أو عبد الغفار رمضان، لأنه الله هيوقع يرحمه. كلمة الارتجال من عند يوسف شتا أيوة. أو غيره. إنما المؤلف وده ناشر قصصه وموثقها، هذا المؤلف. طب تعال نسمع الموال ده ونرجع تاني. جميل. مشاهدينا، موالي معنى وكلمة كونوا حكمة ومغنى فيها طرب والسامعين حكام بتداوي تعب النفوس دايما بدون حكمة بيحكي عادات بين الشعب لها قيمة وفنان موهوب يقول كلمات لها قيمة بيحكي عادات بين الشعب لها قيمة وفنان موهوب يقول كلمات لها قيمة أنا ححكي موال معنى حلو له قيمة دايما بدايته سليمة وآخرته حكمة العقل أعظم سلاح يضمن نجاح صاحبه العقل أعظم سلاح يضمن نجاح صاحبه صفة من صفات الرجولة والكمال صاحبه وهو نور الحقيقة واللسان صاحبه العقل أقوى سلاح يضمن نجاح صاحبه
صفة من صفات الرجولة والكمال صاحبه، وهو نور الحقيقة واللسان صاحبه. ما هو صاحب العقل يكسب احترام الناس، صاحب العقل يكسب احترام الناس، وحاز بعقله ورضا العالم وثقة الناس، ورأيه دايما صواب، ورأيه دايما صواب، وفي المجال والناس، وأحسن الناس يتمنى يكون صاحبه. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا. دكتور هلال، يعني انت اشرت برضو اشاره ظريفه انه مش بالضروره الموال سواء بالشكل السباعي المقفول يعني او غيره من القوالب يكون يعني معتق بكلمات معقده وغيره، ده ممكن في مجال الشعر العاميه. لكن هو انت قلت هو كمان احيانا بيبقى في فرح والناس بسيطه يعني، فهم محتاجين كلام مباشر وطبعا في الايقاعات وفي القفله وفي كل شيء، والعبره بخلاصه السطر الاخراني. نعم. بيبقى هو يعني نعم. الايه الحقنه الكبيره اللي هو السنادة آه. والفرش والغطا. ايوه الطاقية. بالظبط. فتروح الصرخه طالعه من المتلقي. أيوه. ده بيعتمد على الشكل والمضمون. الشكل الموال الخماسي أو السباعي أو ال13 المردوف، موال الشجر إلى آخره. والمواويل كثيرة، يعني في موال الأسبوع، في موال الأهات، في موال إلى آخر دوت، ونستطيع أن احنا نقدم نماذج منه. لكن الموال يبدأ بالعتبة. العتبة 3 أبيات قافية واحدة. حي مواهب جديدة في الفنون شبة، بالعلم صعدوا شبوا للعلا شبة، أدوا الرسالة بأمانة شب أو شبة. دي عتبة. ومصر طول عمرها عند السؤال بتجيب، من أرضها الطيبة للخير الكتير بتجيب، وطبيعة أهل المحبة للوداد بتجيب، والخلق بتشيب سنادة، وأعلام الفنون شابة. أدي. فهنا بيبدأ بالعتبة، ثم الردفة، ثم السنادة. البيت الأخير نصين. نص ينتمي للردفة والنص يروح عايد، فبيديني التشكيلة دي جماليات بتخلي المستمع، الحضور، الجماهير مبهورة، مأخوذ تحس انه زائد المعنى بقى اللي بيطرح فيه المعنى، ثم تجوله في موال سباعي او خماسي او مردوف، زائد صفات المطرب نفسه كمان في لحظة الإلقاء، قدرته اللي هي قلنا عليه يا إما هاوي، يا إما ابن غرام، يا إما مطرب، يا إما مغني، يا إما مساعد فني، يا إما رئيس فن. وده كل صفة من دول. الموال اتفضل. عفوا. الموال ليه موجود في الدول العربية كلها؟ لأنه وليد حادثة شهيرة من أيام هارون الرشيد، حين وشى الفضل بن الربيع الوزير العربي على يعني البرامكة، ويحيى البرمكي كان الخليفة هارون الرشيد الذي يذكر التاريخ أنه كان يحج عاما ويغزو عاما. حين وشى الفضل بن ربيع أن البرامكة يعبدون النار في أقبية قصورهم. وكل عصر ليه كليشيه اتهام. في العصر الأموي كان الشعوبية، في العصر العباسي الزندقة، ثم تحولت إلى الشيوعية وغيرها بقى من
الكليشيهات. التوجهات الجديدة العالمية. ايوه ايوه. فحين وشى كان مناسبا ان اولاد هارون الرشيد كتروا وتعددوا ومحتاج فلوس، وكان البرامكة دول اللي هم الفرس اللي قامت على اكتافهم الدولة العباسية، فوجد الفرصة سانحة انه كبروا، الناس بتحبهم لانهم كانوا مصلحين وكانوا بيساعدوا الناس وبيعملوا خدمات جليلة. كان يقول ليحيى البرمكي يا أبتي، لأنه حفظ له ملكه وهو لم يكن قد بلغ السن. وكان يقول لخالد البرمكي يا أخي بحب، لكن حين تصطدم المصالح ويتدخل المال نكب البرامكة ومنع الشعراء من رثائهم أو البكاء عليهم، فتحدته جارية ووجدت اسمها في ألف ليلة وليلة ومولها، اسمها عفار، فأنشدت على قبور البرامكة يا دار أين ملوك الأرض أين الفرس يا موالية، قالت تراهم رمم تحت الأراضي الدرس يا موالية، سكوت بعد الفصاحة ألسنتهم خرس يا موالية. إلى دي نبتة الموال. اللي هي كان مربع ومثلث. بدايته يا دار أين ملوك الأرض أين الفرس أين الذين حموها بالقنا والترس، قالت تراهم رمم تحت الأراضي الدرس سكوت بعد الفصاحة ألسنتهم خرس. فنكبت البرامكة لدرجة أن مسرور السياف حين أمره الخليفة هارون الرشيد بقطع رقبة يحيى البرمكي وخالد، احنا قدامنا دقيقة على فكرة، ولهذا قال ابن خلدون أن الموال بدأ بغداديا وانتقل إلى واسط ثم أخذته القاهرة بلغتها الساحرة فصنعوا منه العجائب وجاءوا فيه بالغرائب. جميل. يعني طبعا معلومات وشهادات جميلة من حضرتك. شكرا. على هامش شخصيتين حبيناهم تماما، الفنانة القديرة خضرة محمد خضر الفنانة الشعبية، كذلك عميد الموال والقصة الشعبية رحمهم الله يوسف شتا، الله يرحمهم جميعا. بشكرك أنا أشكر حضرتك دكتور محمد حسين هلال والمخرج أستاذ الأدب على هذه السيرة العظيمة، أستاذ الأدب الشعبي جامعة بني وشاعرنا سويف. الجميل شكرا جزيلا سامح على إنه إدانا الفرصة الجميلة دي للحديث عن أقطاب الفن الشعبي. هسيب حضراتكم مع